Oh shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. لو سألت أي جيمر عاش فترة الألفينات عن لعبة غيرت حياته غالبا هتسمع عن جي تي اي سان أندريس. اللعبة دي مش مجرد جزء من سلسلة جاتا، لأ دي كانت ثورة كاملة في عالم الألعاب وقتها. لعبة نزلت سنة 2004 وقدرت تبيع ملايين النسخ وتبقى واحدة من أنجح الألعاب في التاريخ. بس ايه اللي خلاها مميزة بالشكل ده؟ تعالوا نرجع بالزمن شوية. في سنة 2004 شركة روك ستار قررت تقدم أكبر عالم مفتوح شافته الناس في العالم. عالم ضخم جدا في 3 مدن كاملة، وكل مدينة ليها طابع مختلف وشخصيات مختلفة ومهمات مختلفة. اللعبة بتحكي قصة شاب اسمه كارل جونسون أو سي جي. كان عايش بعيد عن مدينته سنين طويل، لكن بعد ما سي جي عرف خبر وفاة والدته قرر يرجع لمدينته الأصلية. أول ما رجع اكتشف إن كل حاجة اتغيرت، أعصابته بقت ضعيفة وأصحابه اتفرقوا والمدينة بقت مليانة مشاكل أكتر من أي وقت فات. ومن هنا بدأت رحلة سي جي، رحلة مليانة خيانة وانتقام وصراعات عصابات ومحاولات للسيطرة على الشوارع من جديد. أكتر حاجة خلت القصة مميزة إن كانت بتحسسك إنك جزء منها. الشخصيات كان لها كاريزما كبيرة جدا، شخصيات زي بيج سموك ورايدر وسيزر بقت أيقونات عند اللاعبين. وحتى لو عدى أكتر من 20 سنة على نزول اللعبة، ناس كتير لسه فاكرة جمل ومواقف كاملة منها. لكن النجاح الحقيقي ما كانش في القصة بس. سان أندريس قدمت كمية حرية كبيرة كانت خرافية بالنسبة للناس وقتها. تقدر تسرق عربيات، تركب عجلات، تطير بطيارات، تسوق قطارات، تسبح، تلعب بلياردو، تدخل جيم وتغير شكل شخصيتك، تشتري هدوم، تعمل وشم، وحتى تزود أو تقلل وزن السي جي. الحاجات دي النهاردة ممكن تبان عادية، لكن سنة 2004 كانت حاجة مبهرة جدا. اللاعب وقتها كان حاسس إنه عايش جوه عالم حقيقي، وكل مدينة في اللعبة كانت مختلفة عن التانية. زي مثلا مدينة لوس سانتوس كانت مليانة عصابات وصراعات شوارع. مدينة سان فييرو كانت مليانة طرق مرتفعة وأجواء مختلفة تماما. وده خلى الاستكشاف ممتع جدا، لأن كل منطقة كانت بتقدم تجربة جديدة فعلا. كمان اللعبة كان فيها عدد ضخم من المهمات المتنوعة، مرة تسرق بنك، مرة بتطير طيارة، مرة بتدخل حرب عصابات، ومرة بتنفذ عمليات مجنونة محدش كان يتوقع يشوفها في أي لعبة وقتها. التنوع ده خلى اللاعبين يقضوا ساعات طويلة جدا من غير ما يحسوا بالملل. وعلى الرغم من النجاح الكبير ده، اللعبة كان فيها شوية مشاكل. بعض المهمات كانت صعبة بشكل مبالغ فيه، وفي مهمات معينة كانت سبب في عصبية لاعبين كتير. لكن الغريب إن الحاجات دي نفسها بقت جزء من ذكريات اللعبة. ويمكن أشهر حاجة في سان أندريس هي كمية الأسرار والإشاعات اللي كانت حوالين اللعبة. زمان الإنترنت ما كانش منتشر بالشكل الحالي. في كل يوم كانت تطلع أشعة جديدة، ناس بتقول فيه وحوش، وناس بتقول فيه أشباح، وناس بتقول فيه كائنات غريبة مستخبية في أماكن معينة ولازم تلاقيها. والملايين كانوا بيدوروا على الآثار دي بالساعات. وده زود شعبية اللعبة أكتر فأكتر. أما من ناحية النجاح التجاري، في سان أندريس حققت أرقام ضخمة جدا وخدت تقييمات عالية من النقاد واللاعبين، وبقت واحدة من أكتر ألعاب البلاي ستيشن 2 مبيعا في التاريخ. والأهم من الأرقام إن تأثيرها لسه موجود لحد النهاردة. كتير من الألعاب الحديثة استوحت أفكارها من سان أندريس. كتير من اللاعبين بيعتبروها أفضل جزء في سلسلة جي تي إيه كلها، لأنها ببساطة كانت لعبة سابقة على عصرها، على مفتوح ضخم، قصة قوية، شخصيات ما تتنسيش، حرية غير مسبوقة. وتجربة اللعبة قدرت تفضل عايشة في ذاكرة الناس اللي لعبتها لأكتر من 20 سنة. وعشان كده كل ما حد يفتكر جي تي إيه سان أندريس مش بيفتكر مجرد لعبة، بيفتكر جزء كامل من طفولته وذكرياته. ويمكن ده هو السر الحقيقي اللي خلى سان أندريس تتحول من لعبة ناجحة إلى أسطورة عمرها ما تتكرر. وكمان سان أندريس وقت نزولها كانت صدمة حقيقية للعالم الألعاب. ناس كتير ما كانتش مصدقة إن لعبة واحدة فيها كل المحتوى ده كان ممكن تقضي عشرات من الساعات من غير ما تخلص القصة أصلا. وتعالى بقى نتكلم عن سي جي، يعتبر من أشهر شخصيات الألعاب في التاريخ. لأن اللاعب كان بيشوف تطوره من شخص راجع مدينته وهو خسران كل حاجة لواحد من أقوى الشخصيات في عالم اللعبة. وكمان عالم اللعبة كان واحد من أجمل الحاجات في سان أندريس. إنك تحس إن العالم عايش لوحده، وعربيات ماشية، ناس بتتكلم، عصابات بتتحارب، وشرطة بتطارد المجرمين. كل ده خلى اللعبة تحسسك إنك جوه فيلم أكشن. حتى بعد سنين طويلة من نزول اللعبة فضلت حية بسبب المودات. ناس كتير كانت بتحول اللعبة لألعاب أبطال خارقين وناس كتير كانت بتضيف عربيات جديدة أو جرافيك أحدث. وكمان الذكريات، يعني أغلب الناس اللي لعبوا سان أندريس مستحيل ينسوا أول مرة ركبوا طيارة، أو أول مرة استكشفوا الخريطة كلها، أو أول مرة اكتشفوا فيها إن فيها مدن كاملة غير من المدينة اللي بدأوا فيها. وكمان نجاح سلسلة سان أندريس كانت من الأسباب اللي خلت سلسلة جي تي إيه توصل للمكان اللي هي فيها النهاردة. اللعبة رفعت سقف التوقعات لدرجة إن أي جزء جديد بعدها كان لازم يقدم حاجة استثنائية. وكمان اللعبة كانت مليانة أنشطة جانبية، تقدر تشتغل سواق تاكسي أو راجل إطفاء أو إسعاف، أو تدخل سباقات، أو تجمع ممتلكات، أو تستكشف أماكن سرية. وده خلى ناس كتير تقضي مئات الساعات من غير ما تزهق.
حتى محطات الراديو كانت جامدة يا جدعان، كل عربية كان فيها محطات مختلفة بأغاني ومذيعين بيعلقوا على اللي بيحصل في العالم، وده خلى القيادة في اللعبة ممتعة حتى لو ما كنتش رايح تعمل مهمة. سان أندرياس كانت سبب إن ناس كتير تدخل عالم الألعاب المفتوحة، وبعد نجاحها شركات ألعاب كتير بدأت تقلد فكرتها وتحاول تعمل عالم كبير مليان حرية، لكن قليل جدا قدر يوصل الإحساس اللي قدمته سان أندرياس. وبعد أكتر من 20 سنة لسه ملايين من اللاعبين بيرجعوا يحملوا جي تي اي سان أندرياس من جديد، مش عشان الجرافيكس ولا عشان التكنولوجيا، لكن عشان الإحساس اللي اللعبة كانت بتديه، إحساس إنك حر وإن العالم كله مفتوح قدامك. وعلشان كده سان أندريس مش مجرد لعب، لأ دي واحدة من أعظم الألعاب في التاريخ. بص كده، لو الفيديو عجبك متنساش اللايك والاشتراك، ومتنساش تقولي أكتر موقف علق معاك تحت في الكومنتات. وبس كده، أشوفكوا في فيديو جديد. See you around, officer.